السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أصحابي أجمعين. وحشتوني كتير. النهاردة بقى جيت لكم بوصفة كده حلوة قوي وسهلة جدا وموفرة كمان في الوقفة. هتعمليها وفي الفرن هتحطيها. أول حاجة معايا هنا فرخة 2 كيلو، ما شاء الله 2 كيلو معدية كمان، يعني هي كبيرة شوية. حشيتها بقى بالرز والخلطة زي ما انتوا شايفين كده، والصدر مفصص حكاية جدا. يلا تعالوا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. اول حاجه معايا هنا فرخه 2 كيلو ونص، ما شاء الله كبيره. وطبعا انا قلت للفرارجي اللي انا جبتها منه ما يفتحش زورها عشان هحشيها، عشان ما يبقاش الزور بتاعها كده مفتوح وشكلها مش لطيف لما تيجي تحشيها. وخليت الميه كده تنزل عليها شويه لحد ما سلكت كده الجلد واللحم ما بين الجلد كده والصدر. سلكته زي ما انتوا شايفين كده ونضفتها ونقعتها بالخل والليمون كويس عشان اي زفاره. بعد كده هجيب بقى الكبده والقنصه بتاعه الفرخه، هقطعها كده مكعبات صغيره، وكمان هخلط بصلايه كده صغيره كبيره. ما تكونش صغيره عشان البصل لما يبقى في الرز كتير بيديها طعم كويس قوي. وكمان لما تكوني خادمه التحبيشه اللي انت بتحطيها على الفرخه، بتبقى الفرخه طعمها حلو قوي. اهم حاجه تظبطيها وتدقنيها صح، تطلع معاكي احلى فرخه محشيه. وكمان مش هنسلقها، احنا كمان هنحطها في الكيس الحراري وندخلها الفرن. هتقعد حوالي ساعتين، لو الفرن جديد عندك هتقعد ساعة ونص. وانتي تختبريها بقى كده كل شوية وتتحمر تشوفيها كده يعني. بعد كده هجيب بقى الرز بتاعي، عبارة عن كوباية رز عليهم بقى الكبدة والقنصة بتاع الفرخة، قطعتهم كده مكعبات صغيرة. وعندي هنا بقى البصلاية الكبيرة اللي انا قطعتها، حطيت عليها ملح وفلفل اسود، غير كده ما تحطيش الملح والفلفل الاسود. وكتري بقى فيها كده الفلفل الاسود عشان تبقى سبايسي كده شويه، وكمان الرز يطلع معاكي غامق سنه، بتبقى تحفه جدا. وطعمها بصراحه بيبقى حلو قوي. بعد كده هتبل بقى كده البصل والفلفل والملح، وهقلب بقى كده كل المكونات مع بعضها، اقلب الرز كويس. وبرده دوقي حدقه، لو حسيتي ان هو عادب زوديله شويه ملح، لان طبعا احنا مش هنحط بقى للفرخه ملح بقى، خلاص احنا كده بنستكفى بالملح اللي جوه الرز. وهي هتنزل ميتها كده على الرز، والرز هيستوي وهتنزل ميتها كده وتبقى في منتهى الروعه. شفتوا بقى الخلطه بتاعتي؟ الفلفل الاسود مغمقه سنه كده، وبصراحه طريحتها وهم. اول حاجه هجيب كده الجلده افتحها زي ما انتم شايفين، بصوا ايدي داخله لحد الزور ازاي. هدخل بقى كده الحشو معايا لحد الزور، وهبطط بقى كده الزور عشان ما يبقاش مليان قوي، ولما الرز بتاعي يستوي ما يفرقعش في الكيس او الجلد يتقطع مني. زي ما انتوا شايفين كده بحاول افرد الرز في الزور. وما شاء الله زورها يعني طويل شوية، كان نفسها طويل شكلها الفرخة دي. وبعد كده بقى هحط كده في الجوانب ما بين الفخذ والتانية وتحت الجلد شوية صغيرين برضو. واعملي حساب ان الرز بتاعي هيزيد، يعني ما تكتريشي عشان الجلد بتاعي ما يفتحش معاكي في الفرن. تبقى شكل الفرخة كده لما تيجي تقدميها مش هتبقى حلوة يعني ولطيفة. ويستحسن تقولي برضو للفرارجي يعني يبقى حريص شوية ان هو ما ياكلش منها جلد كتير، عشان انا عايزة الجلدة بتاعة الفرخة تبقى مغطية اللحم كده وتبقى حلوة، لان الجلدة دي هي اللي بتبقى بصراحة مدية شكل للفرخة حلو كده وهو متحمر. يا ريت تكونوا فاهميني في الحتة دي. بعد كده هحط بقى الرز زي ما انتوا شايفين كده وبدخله جوه شوية. وحاولي تسيبي مساحة كافية، لما الرز بتاعك يستوي هيزيد. تحاولي تسيبي مسافة. بصوا بقى كده بططت الرز ازاي تحت الجلد وما بين الفخاد كده، وحشيت كمان في جواها في القفص. بعد كده بصوا لازم تسيبوا كده مسافة كبيرة عشان الرز بتاعنا لما يزيد في الفرن لما يستوي يعني. بصوا بوريكم، بصوا الجلدة بتاعت الرقبة لسه في مسافة اهيت، عشان الرز لو زاد يطلع لفوق ما يفتحش معايا الجلد ويبقى شكلها مش لطيف. وعندي هنا برضو الجلدة بتاعتي بحاول ان هي تكون مغطية عشان تبقى شكلها كده لطيف وانتي بتقدميها. بعد كده بقى هجيب شوية من الزيت، طبعا بقى ننضف الفرخة بتاعتنا من اي رز عليها. وهنقفل بقى الفرخة، ودي يعني يعتبر التركة اللي بتدوخني شوية، ان انا احط بقى كده الرجلين مع بعض، احط واحدة واحدة تطلع، احط التانية التانية تطلع. يلا الحمد لله في الاخر حطيناها.
وبعد كده هحط بقى شوية زيت في قلبها كده عشان الرز بتاعي ما يبقاش شكله مطفي كده. لا، انا عايزه الرزايه بتاعتي تكون مستويه ومفلفله كده وبتلمع. الخطوه بتاعت الزيت دي عايزه تحطيها براحتك، مش عايزه، بس انا بحب اضيفها عشان الرز بتاعي كده ياخد لمعه بسيطه، وكمان يبقى مفرفر معايا كده، ما يبقاش شكله مطفي يعني. وبصراحه طعمها حلو جدا بالكبد والقوانص، تحفه جدا. يلا بقى، عندك بقى فرخة محتارة تعمليها، يلا يا ست الكل طلعيها من الفريزر او هاتيها لو هتشتريها، وتعمليها بنفس الطريقة دي حلوة جدا، وفي الكيس، وهتدخليها الفرن بقى وتنسيها. مع شوية مكرونة، مع شوية محشي ني في ني، مع اي حاجة انت هتعمليها. صراحة حلوة جدا، وكمان بتتاكل لوحدها كده، والرز بتاعها بيتاكل بالمعلقة بيبقى طعمه خرافة. كده خلصت بقى الفرخة بتاعتي، بصوا، فرختي كاملة ومش مقطوعة، والجلد بتاعها ما شاء الله، مفيش ولا قطع فيه، لا قدام ولا ورا ولا اي حاجة. ما شاء الله. بصوا، انت بس كده تقولي بتاع الفراخ هو بينضفها لك، ما تهدرش جلدها وما تقطعش منه حاجة، وتخلي الزور كده بحاله ما يقطعش زوره، بتبقى حلوة جدا. تعالوا بقى كده ننضف مكاننا ونشوف بقى هنعمل ايه تاني. بعد كده بقى هجيب الكيس حراري. بصوا شكلها، حشيتها اهيت ونضفتها من اي رز عليه خالص. والفرخه بتاعتي بقى جاهزه كده، تخش الكيس وتخش الفرن. كده جبت كيس من اللي هو بتاع الفراخ. هاخد بقى كيس كده واحط الفرخه بتاعتي فيه وهقفله. لو ما عندكيش فرن كهرباء وحابه تعمليها، تحطيها كده على الفرن البوتاجاز. هتدخليها كده من تحت، تحطي في الصينيه ميه حوالي 3 كوبايات ميه، عشان الميه دي هي اللي بتساعد على التسويه بتاعه الرز، وبتساعد على تسويه الفراخ. وكمان الفرخه بتاعتي هتنزل ميتها في الكيس بتاع الحراري، وهتسوي نفسها. بس الميه اللي بتحطيها في الحله او في الصينيه، في الصينيه اللي انت تحطيها في الفرن، لازم تحطي فيها 3 كوبايات ميه، وتطعميها بقى بورق رورة، حبهان، مستكه، قرنفل، اي حاجه انت بتحبي تطعمي بيها حاجتك. هو طبعا هي مش الميه دي مش هتخش الفرخه خالص، بس هي هتعمل عمليه غليان كده، وهتدي للفرخه كده غلو، والفرخه طبعا هتاخد بقى ايه من بخار الميه ده وهتستوي. واوريدي برضو الفرخة هتنزل ميتها في الكيس الحراري، وهتسوي نفسها بنفسها في الفرن. يعني مش هتحتاجي بقى كل شوية تخشي تشوفي الفرخة بتستوي ازاي، بتبقي خايفة ان الفرخة تفرقع منك في المية عشان الرز. طبعا انسي خالص بقى الحكاية بتاعت السليق دي. واعمليها كده في الكيس الحراري في الفرن، بتبقى خطيرة جدا، وبتنسيها لا الجلد بتاعك بيفرقع ولا الرز بتاعك بيطلع بره الفرخة. وطبعا حضراتكم هتشوفوها في الاخر كل حاجة على الطبيعة، ما شاء الله حلوة جدا. وتنفع كمان لأي عزومة، لو عندك حتى فراخ من اللي هي الشامورة البلدي، ممكن تطبقي عليها نفس الحاجة دي وتحطيها برضو في الكيس الحراري، ما شاء الله بتطلع حلوة جدا. كده بقى خلاص فرختنا الأمورة الحلوة جهزت. يلا بقى تعالوا نجيب الصينية ونحطها، ونحط 3 كوبايات مية، ونحط ورق روري وحبهان ومستكة قرنفل، اي حاجة انتي بتحبي تطعمي بيها حطيها. كده بقى بصوا الفرخة بتاعتي انا بحاول اطلع الهواء من الكيس عشان ما يفرقعش في الفرن، وكمان بحب ان انا اخلي الكيس كده مبحبح عليها عشان يديها كده يعني تكون واسعة. يعني يكون الكيس واسع عليها كده لما تستوي، عشان ما تتهدرش معايا، عشان كمان الرز يستوي براحته، ما يبقاش نص سوا من جوه. يعني حاولي ما تتكيش على الكيس قوي. بعد كده هحطها بقى في الصينيه زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا كنت عاملاها كده من بدري ومجهزاها قبل ما اعمل الاكل، فانا هحطها في التلاجة دلوقتي على ما اخلص بقيه الاكل ويجي ميعاد الاكل هحطها طبعا في الفرن. تاخد حوالي ساعتين. كده حطيت على الصينيه ميه 3 كوبايات ميه، وحطيت ورق حبهان وروره. وبعد كده شكلها بعد ما طلع واستوت قلبتها من كل النواحي، وكده بقى شلت من عليها الورق الحراري، كيس الحراري يعني، عشان احمرها وتاخد لون حلو كده. لان تحميرة الكيس من جوه ما كانتش يعني قوي الدرجة دي، فانا حبيت احطها تحت الشواية عشان تبقى بنفس
الدرجه اللي انتوا شايفينها دي بتاعه الحمرات. بعد كده بصوا بقى اللحم بتاعتها ابيض ازاي، والرز ما شاء الله مستوي جدا ودايب، والفرخه ما شاء الله ناعمه جدا ودايبه جدا. مش عايزه اقول لكم بقى، كل اللي هيشوفها يشكرك عليها. يلا باي باي.